السلام عليكم، مساء الخيرات والبركات عليكم جميعا. احنا طبعا يعني مش محتاجه اقول احنا فين. احنا النهارده في المنظره هنشوف اخر التطورات اللي عند الكوبري، ايه اللي حصل، الطريق تم الرصف ولا لسه. ده طبعا مسار مترو اسكندريه في المنظره، وهناك كده اعمال المحطه، لسه الاعمده بتاعت المحطه تمام. وهنروحوا كده اتجاهنا الى الكوبري. خليكم معانا. سوق المنظره طبعا زي ما احنا عارفين. تعالوا بقى ايه، لا اله الا الله، نشوف ايه اخر التطورات ونشوف الميدان، اخبار الميدان. احنا عارفين هيتم برضو يعني تطوير ميدان المنظره. بصوا الجو غائم، شكلها هتشتي. طبعا تابعنا معاكم البدايه خالص 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 خالص، من اول ازاله القضبان وازاله المحلات وكل حاجه. خلاص قربنا. طبعا الزحمه هنا والجزء ده زي ما انتم شايفين عامل ازاي. هنطلعوا بقى ايه، تعالوا نروحوا عند الميدان. بس انا عديت من ورا عشان الزحمه. طبعا هنا عارفين المسار وتم تركيب بقى، يعني خلصنا المسار وجاي تركيب القضبان بتاعه المترو. ماشي، والميدان وما أدرانا. نعدوا كده ونشوفوا تطورات المترو. خليكم معانا. ميدان المنظرة، شارع النبوي المهندس. طبعا هيتم تطوير، يا خلاصي هيتم تطوير ميدان المنظرة ان شاء الله، يعني ان شاء الله. بس هو دلوقتي الوضع الحالي كما هو عايز، زحمة زحمة. وكده الطريق البديل اللي تم فتحه. على فكرة يعني اهالي المنطقه قالوا لي احنا عايزين ممر امن لكبار السن، يعني كبار السن عايزين ممر امن يمشوا فيه كده من اول النبوي المهندس، تمام، ممر امن من اول النبوي المهندس لحد البحر عشان يعرفوا يمشوا. تعالوا بقى نعدي، باي باي. تعالوا نعدي ونشوف بقى كده. هنعدوا، احنا بنعدوا بالعافيه على فكره. طبعا يتم تسوية المسار، لا اله الا الله. شركة برودكشن هنا بتتم تسوية المسار في الجزء ده، وبعد كده تنتقل لباقي الميدان. خلاص، هنا بقى الجزء بتاع ميدان المنظرة، تمام. هنا بيتم تسوية الطريق ورفع منسوب الطريق لحد الجزء ده. خلاص كده، عشان بعد كده هيتم تطوير الميدان بالكامل ونخش بقى ايه على اليوترنات وكده. وتم فتح جزئي لمرور السيارات. تعالوا نكمل بقى في اتجاهنا للبحر. خليكم معانا. الطريق اهو زي ما احنا شايفين، وتم فتح جزئي للطريق ده عشان ييسر المرور. بعد بقى تطوير الجزء ده ورفع المنسوب هيتم رفع فتح الطريق بالكامل بعد الانتهاء من رصف ان شاء الله. اهو فتحنا الطريق هنا بالظبط موقع كوبري المنظرة. شلنا جزء كبير من التبة دي اهو. ده فتح مؤقت لحين الانتهاء من رفع المناسيب وتسوية الجزء اللي هناك اهو. الحقيقة شغل كبير، ميدان المنظرة محتاج شغل كبير، يعني لحد ما نخلص الجزء ده والليلة دي ونخلص الميدان كله ان شاء الله. اهو بصوا الاتساع، بصوا مقدار الاتساع ما شاء الله. الكوبري فعلا كان عامل لنا ازمه واي ازمه ما شاء الله. كل الخير لمحافظتنا الجميله محافظه اسكندريه ان شاء الله. تعالوا بقى نكملوا كده ونشوفوا الرصيف، الجزء اللي تم توسعته هناك كده لحد قدام بوابه المنتزه. يبقى شفنا اخر التطورات اللي بتتم في المنظره وميدان المنظره. ما تنسوش اللايك يا اسكندرانية. طبعا كلنا لينا ذكريات مع كوبري المنظرة والشتاء وغرق الكوبري. كل ده خلاص بقى ذكرى ان شاء الله. واسكندرية للأفضل. مشروعات التطوير اللي بتتم بجد يعني نقلة حضارية او نقلة لتاريخ النقل في اسكندرية. كمان لسه تطوير الترام ان شاء الله، هنعمل لكم حلقة عن تطوير الترام
اهو بصوا اخدنا الجزء ده اهو، عطيلكوا زوم. اخدنا الجزء ده تمام، دخلنا على الجزيرة شوية واخدنا جزء الرصيف، اخدناش من الاشجار ولا حاجة عشان نوسع الطريق. خلاص اهو. والجزء ده اللي بعد الاشجار على طول اخر الجزيرة هيتعمل من عنده اليوترنات، وبعد كده هنكمل يوترنات بعد الميدان ان شاء الله رب العالمين. المنظرة وميدان المنظرة هتتغير، متبقى لنا بقى السوق. يعني هي مشكلتنا دلوقتي السوق. بجد اسكندرية محتاجة اسواق حضرية، دي حاجة ملحة بجد في اسكندرية، عمل اسواق حضرية عشان ننقل بيها الاسواق العشوائية. يعني طلب ورجاء واستغاثة ونداء للسيد الفريق محافظ اسكندرية بضرورة الاستعداد بعمل بقى اسواق حضرية في اماكن مختلفة. انا كل فيديو والله بقول كده عشان ما احنا مش هنرتقي طول ما العشوائيات والباعة الجائلين موجودين ومفترشين، فما يبقاش المترو على يميني والبياعين على شمالي والدنيا مقفولة. هنا كده كمان ده تاني يوترن اهو معانا، يبقى هيبقى فيه يوترن قدام فتح الله، واليوترن اللي عند بوابة المنتزه، واليوترن اللي قدام. ماشي. الجو عفارة. اسمه ايه الجو العفارة ده؟ عفارة طبعا من التكسير والأتربة، بس هو الجو غائم كلاودي. The weather is cloudy. نقربوا شوية او هصور لكم بقى من الناحية التانية وانا جاية كده نازلة على كوبري المنظرة. طبعا طريق زحمة زي ما احنا شايفين. لقطة بقى أخيرة قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا. هنا اهو الجزء اللي ضمناه للتوسعة، توسعة الطريق اهو والجزيرة، وبعد كده الجزء التاني اللي نازل بقى على المنظرة، جاي من البحر نازل على المنظرة. طبعا هو دلوقتي زحمة زي ما احنا شايفين، زحمة يا دنيا زحمة. هو مش دلوقتي، هو الحقيقة على طول زحمة، بس ممكن بالليل يبقى اهدى شوية بعد الانتهاء وضم الجزء المغلق اللي قدامي ده ليه. طبعا هيبقى واسع جدا، وبعد التوسعة بقى الميدان والتطوير هتبقى فيه سيولة مرورية جامدة، مش هيبقى فيه اي من المشاكل المرورية والزحمة اللي احنا شايفينها دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. بناشد تاني بضرورة عمل ممر آمن، ده بناء على طلب كبار السن وذوي الهمم. ممر آمن لأن زي ما احنا شفنا من أول ميدان المنظرة الوضع صعب، يعني من نبوي المهندس للبحر هم طالبين جزء كده ممر آمن يبقى ليه حد كده صغير يعرفوا يمشوا فيه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم. جيجي رضوان.